الطلبة نفط البصرة 1-0 إلى نفط الطلبة البصرة. مجتبى محمد دقيقة نعم 31. شوف نعم ايضا مجتبى انا اشوفه دا يقدم مجتبى مستويات ممتازه. والله يعني مجتبى اهنيه على المستوى اللي قدمه هذه المباريات الاخيره. نعم. هو ومدربه بصراحه، لان تعرف انت من حارس مرمى يبتعد موسم او موسمين ويجي وينطي بهذه الميزه والقوه، فانا اقول احييه بصراحه. مجتبى من الحراس الممتازين. انا سبق وان اشرفت على التدريب في منتخب الشباب، اخذ فتره معانا في منتخب الشباب. شوف لو نلاحظ الحاله، خفه ورشاقه والقوه اللي عنده المميزه بالسرعه خلت المجتبى بين انقضاض سريع على الكره، اضافه هو التمركز ماله كان حتى متهيئ للكره اذا كانت عاليه يقدر كان بيها، بس هو متحفز وهذا اللي بالضبط متحفز. وبالتالي شوف حتى وقفه الاستعداد التركيز الذهني كان جدا عالي، وبالتالي انقضاضه سريع كان بخطوات متدرجه خلته هو انقضاض على الكره ومسكها وانقاذ فريقه من هدف محقق. دقيقة 50 أيضا كانت له تجارب دكتور كريم. نعم مع الديوانية مع نوروز لفترة. نعم اليوم حسيته جدا الرغبة عالية عنده بتقديم مستوى. اي هنا تدخل ممتاز. كرة صعبة دكتور، كرة صعبة صعبة جدا الأرض، جدا، ولذلك استخدم يعني السهل الممتنع بالتصدي، مد اليد القريبة على الأرض، وبالتالي استطاع أنه يصد بصورة مثالية بصراحة لكرة زاحفة صعبة. أنا أعتقد تموضعه كان مناسب، استخدم الأسلوب الصحيح في التصدي مع العلم مع سرعة الكرة، وهاي تحسب له لأنه هو كان يقظ جدا في هذه الحالة. هذه الحالة ساعدته أنه يستطيع أنه يبعد الخطر عن مرماه. كرة صعبة وتصدي كان مثالي، أنا أعتبره باستخدم إيد واحدة فقط.